الطباغية، البلدة التي ذاع صيتها لدى طلبة العلم في الرئيس السابق لرابطة علماء موريتانيا صرحا من صروح العلم والإسلام السني الوسط المعتدل والقائم على العقيدة الأشعرية والفقه المالكي. العالم الأستاذ المشهور الأحقاد والأغلال وهم أعظم ذا حالا. الكلمة الآن للشيخ حق النبي رئيس دار العلوم ورئيس علماء أهل السنة في السند. الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء المختص بالملك الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا براءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووهما الباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محتدا ومنما وأرجحهم عقلا وحلما وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووسما وآتاه حكمة وحكما ونورا وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا سما صلى الله عليه وسلم صلاة تنمو وتنمى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأولا أشكر وأدعو للمحضرة العالمية للعلوم الشرعية بموريتانيا على انعقاد هذا المؤتمر الأول الذي اختير موضوعه توقير الصحابة والعترة في ديننا الحنيف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهدهم ويوفقهم لمرضاته، آمين بجاه سيد المرسلين. فقد اتفقت كلمة علماء الهند والسند من أتباع المذهب الحنفي منذ أن دخل الإسلام على أراضيها سنة 91 من الهجرة على أن عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته واحدة عبر العصور. فقد نص على ذلك شيوخ الإسلام في بلاد الهند والسند في مؤلفاتهم قديما وحديثا، وكان ذلك عقيدتهم جميعا. فقد صرح هؤلاء أولا بأننا نؤمن بأن حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وإيمان وإحسان، فلا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. ومما يجدر التنبيه على أن المتفق بين أهل السنة والجماعة قاطبة والمعمول بين مشائخنا في الديار الهندية والسندية أن نحمل فيما شجر بينهم الصحابة على أنه كان عن اجتهاد منهم، وأن كلتا الطائفتين منهم مجتهدون طالبون للحق بحسب اجتهادهم وليسوا بمعاقبين، بل هم مثابون عند الله تعالى، فللمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر واحد، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول سواء باشروا القتال فيما بينهم بعد زمنه صلى الله عليه وسلم أم لا. ثانيا، وكذلك نعتقد بفضل أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم، ونعتقد أنهم أمان لأمته، وأن مثلهم مثل سفينة نوح عليه السلام، من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها فقد غرق. وعلماؤنا في الديار الهندية والسندية قد أجمعوا على أن للنسب النبوي الشريف رمزية على غيره من الأنساب في الدنيا والآخرة، وأن محبة آل البيت النبوي ومودتهم من الإيمان، فحب هؤلاء الصحابة وأهل البيت جميعا رفعة وتشريف، فسيرتهم العطرة طريقنا هي شمس الصالحين ونور السالكين وقربة لرب العالمين.
अय्युहल इख्वा अल किराम अल फुदला वल उलमा अस्सादा अल मुशारिकून फ़हादा दीनुना व इअतिक़ादुना ज़ाहिरन व बातिना व नहनु बुराअउ इलल्लाहि मिन कुल्लि मन ख़ालफ़ अल्लज़ी ज़करनाहु व बय्यनाहु व नसअलुल्लाह तआला अन युसब्बितना अलल ईमान व यख़्तिम लना बिही व यअसिमना मिनल अहवाइल मुख़्तलिफ़ा व मिनल लज़ीना ख़ालफ़ू अस्सुन्नत वल जमाअत व हालफ़ू अहलद दलालह वल्लाहु वलियुत तौफ़ीक़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।